رسميا تشيلسي بطلة كأس العالم للأندية، خلاص خلصت بالفوز بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان. أنا عايز أقول لك بقى رأيي بصراحة كده. يعني تشيلسي في الفترة الأخيرة في الدوري ما كانتش أحلى حاجة، كانت في الماتشات الدوري الإنجليزي مش أقوى حاجة. أنا كنتش متوقع إن تشيلسي تكسب بصراحة. أنا كنتش متوقع إن تشيلسي ممكن تعدي من الدور ال 16 عادي والثمانية عادي والنص النهائي، ما توقعتهاش بصراحة. وكنت متوقع يا الريال يا باريس يا الناس دي، لكن تيجي تقول لي تشيلسي هتكسب وتأدي الأداء الخرافي اللي قصاد باريس سان جيرمان في عز مجدها، في عز قوتها، في عز جبروتها. دي حطت على الدوري الإنجليزي يابا. دي حطت على ليفربول في دوري الأبطال. أنت متخيل ليفربول اللي واخدة الدوري، اللي هو فاهم، اللي هي كانت حاطة على الدوري الإنجليزي كله، والدوري الإنجليزي مش سهل. فده يعني انجاز فشيخ. نيفيز خد طرد. اللي كان معلم قوي بالمر واحدة في التانية في التالتة، والمشكلة ان التلات تجوان في الشوط الاول بس. يعني فاهم اللي هو بوم 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 بوم، يعني بوم بوم بوم، خلاص خلصنا الموضوع انتهى. اللي هو ايه، احنا يلا بينا الماتش نقفله بدري بدري عشان احنا ايه ورانا دكانة بكرة. اقسم بالله يعني الماتش مش محتاج جهد، انت فاهم. وكانت باريس كانت حلوه، بس تشيلسي مأديه اداء انا مش متوقع يعني. وبالذات بالمر، يعني بالمر اصلا مش مهاجم ويعمل الاداء ده، فلا يعني لا. وبالمر انا شايفه المفروض يبقى في الريال، يبقى في برشلونة. الراجل ده يعني حرام يبقى مع تشيلسي برضو مش بتاعت اللي هي مش فرق بطولات قوي، مش فرق اللي هي تاخد بطولات، مش فرق دوري ابطال، انت فاهم. بالمر عمل رقم قياسي او رقمين قياسيين مع تشيلسي، بالذات لما خلص كاس العالم للانديه. بالمر شارك مع تشيلسي 6 نهائيات، عمل فيهم 8 مساهمات. الرقم ده انت تقول اللي هو عادي بسيط سهل، لا يا اسطى، لا يا اسطى، ما تقارنش. يعني هتقولي بس رونالدو وعمل وجاب، لا. ميسي وكريستيانو كانوا على جنب خالص. الراجل ده خامة نظيفة، الراجل ده هيتكتب في كتب التاريخ، هيبقى من احسن اللعيبة اللي جت في التاريخ. وانا بقول لك بس اديله فرصته، اديله اللي هو يبقى في نادي قوي شويه. تشيلسي نادي قوي، بس اديله مساحته. بالمر ما كانش واخد مساحته في مان سيتي، ما كانش واخد مساحته خالص، كانوا معادينه في الاحتياطي. لما الراجل ظبط كده وروق نفسه وبقى في تشيلسي وبقى يلعب اساسي، اتفرج عليه، اتفرج على ده. هو في الماتش ده مشارك بالثلاث اجوان يا معلم، الجونين هو والمساهمه الثالثه. خلصنا يا معلم. دك باريس اللي كانت دك ليفربول والمش عارفه مين والريال ومش الريال، ده باريس هو المخرج. انت فاهم يا اسطى، انت فاهم ده عمل ايه؟ يعني الراجل ده معجزه كرويه، اقسم بالله الراجل ده يعني والله العظيم يتكتب مع زيدان عادي. هتقول لي انت مأفر، اقسم بالله لا.